لقد كنت أنت شيطاني الذي يدفعني دائما للجنون، وإلا فما الذي دفعني للمعصية الأولى التي أخرجتني من دائرة الرحمة؟ تتذكر؟ لقد كنت أنت مخلوق أكوف خلقه الله من طين اسكت له. أرأيت؟ أنت سبب كل معاناتي، وليتك كنت أفضل مني. فنحن لم نكن سوى مخلوقين، سمعتنا قدرة واحدة، اختلفنا في كل شيء، لكن تشابهنا في شيء واحد: المعصية. وإلا أتساءل الآن، متى أن تبدلت الأمور وقيل لك أنت اسكت يا عزيزي؟ كنت لتقبل؟ أتحداك أن تقول نعم، فمن قبل وقال نعم هم الذين خلقوا ليطيعوا، أما أنت فلست منهم، أنت لست بمطيع. وإلا فما الذي دفعك أن تترك الجنة بما فيها وتشتهي الشجرة المحرمة؟ قل لي قل، هل أصبحت ملكا بعد أن أكلت؟ هل أصبحت من الخالدين؟ بالطبع لا، طردت من الجنة مثلي. لماذا؟ لأنك غبي أحمق، والمعصية بداخلك تماما كما بداخلي. فلماذا تصبح أنت أفضل مني؟ لماذا يفتح لك باب التوبة يغلق في وجهي؟ تبا لك يا آدم، تبا لحماقتنا. كيف لم أدرك أن السجود لم يكن سوى امتحان لي ولا؟ كيف لم أدرك ذلك؟ كيف؟ على آية إن الموت لم يفن بعد، ولن أكون الفداء الذي سيصبح ويبقى في الجحيم من أجل أن تسكن أنت وابنك في النعيم. كان على سجود. فها أنا ذا أسجد لك يا أبي.